مرحب بيكم في قراية جديدة. معانا قراية مشاعر الحبيب في البعد. منفصلين بقالكم فترة ما تعرفش عنه حاجة. أخباره مقطوعة عنكم. فأنت عندك فضول تعرف مشاعره ليك في البعد، هل عايزك، بيشتاق لك، بيفكر فيك، ولا خلاص نسي القصة. فاحنا معانا مجموعتين. المجموعة الأولى هتبقى بالحجر الأزرق ده أو بالحروف. الحروف هتلاقوها مثبتة في أول تعليق. ومعانا المجموعة التانية الحجر الأبيض ده أو بالحروف، وهتلاقوا برضو الحروف في أول تعليق مثبتة. هنبتدي باللي اختاره المجموعة الأولى الحجر الأزرق، ونشوف الشخص ده إيه مشاعره ليكم في البعد. هل نسيك ولا لسه بيفتكرك؟ هل عايز يرجع ولا خلاص نسي الوضع؟ هنشوف كل حاجة. بسم الله. طاقتكم انتم الأول دلوقتي في الوقت الحالي، طاقة الشخص ده، ايه مشاعره في البعد في الوقت الحالي. العلاقة دي فيها كسرة قلب جامدة قوي. انتوا الاتنين قلبكم مكسور او حصل جرح، خيانة، غدر، بالاكتر يعني. انت مشيت من القصة دي وانت زعلان قوي، وحسيت ان انت قلبك اتكسر في العلاقة دي. يا ده انت تعبان قوي. وعلى فكرة الشخص التاني كمان هو كمان برضو مش في افضل حال يعني. ماشي. طيب هنشوف، ناخد بقية الكروت. مشاعر الشخص ده ليكم في البعد ايه. It's safe for you to love. امان ان انت تحب او تعطي الحب من قلبك، تفتح قلبك للحب. religious factor، اختلافات واعتبارات دينية مؤثرة على حياتك العاطفية. heart to heart conversation، محادثة من القلب للقلب. هناخد رسائل منه، شوفوا عايز يقول لكم ايه دلوقتي. اصحاب المجموعة الاولى الشخص ده، اول رسالة: أنا فقط لا أعرف كيفية إصلاح هذا. أنا فقط لا أعرف كيفية إصلاح هذا. تاني رسالة: أريدك أكثر مما تتخيل من أي وقت مضى. أريدك أكثر مما تتخيل من أي وقت مضى. رسالة أخيرة: إذا لم يتحداك فلن يغيرك. إذا لم يتحداك فلن يغيرك. طيب الشخص ده دلوقتي يعني انتم نتكلم عنكم انتم الاول. انتم دلوقتي في طاقه الامبراطور. ممكن تكونوا انتم برج الحمل، او بتتعاملوا مع حد برج الحمل. انتوا دلوقتي في طاقه يعني قويه جدا، بتحكموا عقلكم. ما بتسعوش ورا المشاعر ولا القلب. دلوقتي انتم محكمين العقل وماسكين نفسكم، وبتعملوا يعني الصح والمظبوط اللي يخص مصلحتكم دلوقتي. يعني واخدين الامر بالعقلانيه. انت مسيطر على نفسك جدا، بتحاول تطلع من طاقه الحب والعاطفه والزعل، وتحاول تكون قوي دلوقتي. طاقه الامبراطور طاقه قويه، طاقه فيها تحكم في النفس وفي المشاعر، لانك انت رحلت عن العلاقه دي بحزن شديد. انت كان عندك مشاعر حب كبيرة وقدمت في العلاقة دي كتير، لكن واضح ان الطرف الاخر ما قدمش اي حاجة. بالعكس يعني هو اللي خلاك ترحل. انت ما رحلتش الا يعني لما حسيت ان انت مش متقدر في العلاقة دي ومش واخد حقك في العلاقة دي. ممكن يكون في العلاقة دي فيها طرف ثالث. ممكن يكون الشخص ده متزوج وفي عائق ديني. يعني ممكن هنا الزواج، الطرف الثالث ده عامل عائق في العلاقة ما بينك وما بينه.
يعني ممكن يكون هو مش هيقدر مثلًا يعني يحتفظ بيك وهو عنده زواج آخر غيرك، أو أنت مثلًا في زواج، يعني ممكن تكون المرأة هنا في زواج. المهم إن في اعتبارات دينية واقفة في العلاقة دي عائق كبير، اختلافات قوية، اختلافات في الجنسية، في المستوى الاجتماعي، الثقافي، العقيدة، الدين، حاجة زي كده، أو زواج حد فيكم في سبب قوي وجوهري بيمنع العلاقة دي إن هي تكمل وتمشي لقدام. الشخص ده هو كمان ادّى ضهره، ممكن يكون هو اللي ادّى ضهره في الأول وأهملك، ركّز على حاجة تانية، ركّز بقى على شغله، سافر، اختار اتجاه غيرك، اختار طرف تالت وانسحب من العلاقة كده فجأة. أنت شايفه إن هو يعني اتخلّى عنّك فجأة مرّة واحدة كده من غير أنت ما تعرف. الشخص ده دلوقتي يعني بيحاول يبُص لقدّام، بيحاول يركّز على شغله، بيحاول يبُص لمستقبله، عايز ينجح، عاوز يكون حاجة كويسة، عنده أمل وتفاؤل إن المستقبل يكون أفضل وأحسن، نِفْسه في فرصة، في بداية جديدة معاك، يعني عايز يكلّمك، عاوز يتواصل معاك تاني، يمكن عايز يبعت لك رسالة أو ي يقدّم لك أي اعتذار، أي حاجة تخلّي العلاقة بينكم وبين بعض يعني تفُك شوية الزعل اللي فيها ده، لكن هو عارف إن أنت ممكن ما تقبلش، علشان كده هو متردد إن هو يقرّب منّك تاني أو ييجي لك. أنت دلوقتي يعني هو حاسس بإيه من ناحيتك؟ حاسس إن أنت خلاص قطعت العلاقة دي نهائيًا، وإن أنت دلوقتي بتتعامل معاه بمنتهى الرسمية لو في تعامل، يعني لو في مثلًا بينكم وبين بعض مثلًا شغل أو مضطرين تتعاملوا مع بعض، فأنت بتتعامل معاه بمنتهى الرسمية، ما فيش كلام في حُب أو عاطفة أو حاجة زي كده، أنت كلامك معاه يعني في إطار الشيء اللي بيجمعكم ببعض وبس، كانت قرابة، إن كان شغل، إن كان أولاد، حاجة رسمية، يعني بتتعامل معاه برسمية، هو حاسس إن أنت خلاص قطعته من حياتك وإن أنت اتغيّرت وبقيت شخص قاسي يعني القلب، وبقيت ما عندكش العاطفة اللي كانت عندك زمان. كمان حاسس إن أنت ممكن يكون دخل في حياتك طرف تالت، هو شاكك إن أنت لمّا مشيت وتركته فتحت مجال بقى للأصدقاء، للمعارف، للصداقات، فهو شاكك إن ممكن يكون في طرف تالت دخل في القصة ما بينك وما بينه، يعني عندك أنت دخل حياتك أصدقاء جداد أو اتعرّفت على ناس جديدة، في حد معجب بيك، هو شاكك يعني. بس هو كمان حاسس إنك أنت كنت شخص طيب أوي، وشخص كنت بتصلّح دايمًا في العلاقة وبتبذل فيها مجهود، وهو خسرك، هو عارف إن هو دلوقتي اختار اختيار خاطئ، فشعوره في البُعد إيه دلوقتي؟ هو حَس إن هو اختار اختيار خاطئ، برغم كل الحاجات اللي عنده، الكؤوس اللي عنده دي، بس هو بيفكّر فيك أنت، هو ندمان جدًا إن هو رفض الحُب ده وما ادّالوش فرصة. أنت الشخص الوحيد اللي كان بيأمن له وكان بيثق فيه، هو دلوقتي حاسس إن الدنيا فضيت عليه، وإن هو اختار اختيار خاطئ أو عمل اختيار خاطئ، هو عاوز يصلّح الوضع دلوقتي لكن مش عارف يصلّحه إزاي، عشان كده في رسالته هنا بيقول لك أنا فقط لا أعرف كيفية إصلاح هذا، هو عاوز يصلّح الوضع ما بينك وما بينه بس مش عارف إزاي. على كل الأحوال هو حاسس إن هو محتاج يفتح قلبه ليك وتتكلموا تاني مع بعض من القلب للقلب. هو بيقول أنا لو قعدت معاه، لو اتكلمت معاه واديته فرصة يطلّع اللي في قلبه وأنا أطلّع اللي في قلبي ونتصالح ونتصافى هنرجع تاني. هو عنده أمل واعتقاد إن أنت لو هو أخد فرصة واتكلم معاك إن أنت ممكن تسامحه وتدّي له فرصة والعلاقة دي يحصل فيها إصلاح من أول وجديد. الشخص ده كان دايمًا ضامن وجودك، فعشان كده ما كانش مدّي اهتمام أوي للعلاقة دي وللقصة دي، إن يعني إن أنت مثلًا هتزعل وهتاخد جنب فعلًا أو هتقطع معاه، قال يعني هيزعل له يومين 3 وبعد كده يعني هيرجع يكلمني ويصالحني تاني والدنيا هتمشي، كان ضامن وجودك، لكن المرّة دي هو حاسس إن المرّة دي اختلفت. عشان كده بيقول لك إذا لم يتحداك فلن يغيّرك، أنت غيّرته لمّا اتحديته وعاندت معاه المرّة دي، وأظهرت له بقى طاقة الإمبراطور،
بعد ما كنت الشخص الحنون الطيب الجميل اللي بيدي وحتى لو هو بعد انت اللي بتروح تصالحه، لا انت بقى المرة دي اخدت موقف عقلاني وسيطرت على نفسك وسيطرت على مشاعرك، عشان كده هو مستغرب، حس ان المرة دي غير كل مرة. عشان كده انت استفزيته، عشان كده هو عايز يتغير، عاوز يبتدي بقى هو اللي يبادر، هو اللي يصالح، هو اللي يتكلم. بس خلي بالك برضو ان المشكلة ما زالت قائمة، يعني حتى لو هو رجع هتفضل المشكلة موجودة. بس المهم ده ده مش عنوان قرايتنا، يعني عنوان قرايتنا هو حاسس بايه في البعد، فهو مشاعره ايه في البعد. هو بيفتكرك، نفسه يجي يصالحك، حاسس ان هو اختيار خاطئ. نفسه يرجع الود تاني ما بينك وما بينه، بس هو حاسس ان انت خلاص قطعت الوصل معاه، او قطعت القصة دي من حياتك، وشاكك ان ممكن يكون دخل حياتك طرف ثالث. اتمنى القرايه تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اكتبوا لي رايكم في التعليقات، ونشوفكم على خير. الابراج معانا برج الحمل، معانا برج الدلو، آه معناش ابراج تاني، بس في عندنا الطاقه المائيه والترابيه والناريه. دلوقتي هنروح للقرايه التانيه اللي بالحجر الابيض او بالحروف. الحروف هتلاقوها في صندوق الوصف. دلوقتي هنشوف مشاعر الحبيب في البعد عنك، حاسس بايه؟ هل بيفتكرك؟ هل المشتاق لك؟ ولا نسي القصة وتخطى؟ هنعرف دلوقتي إن شاء الله. صفوا كده نيتكم، فكروا في الشخص كده، وحاولوا تسترجعوا كده ملامحه في بالكم. بسم الله. طاقتكم انتم دلوقتي، طاقة الشخص ده، ايه مشاعره في البعد؟ عندنا الكروت اللي طلعت calling in your soulmate، انده على توأم روحك، الصلوات والدعوات بتجلب ليك توأم روحك. رومانتك فيلينج، مشاعر حب ورومانسية قدر ليها ان هي يعني تستكشف. انجيجمنت، خطوبة، علاقتك العاطفية بتاخد ليفل اعلى، مستوى اعلى. شوف بقية الكروت لنا ايه. choose a new direction، خد اتجاه جديد. a year from now، سنة من دلوقتي. remain positive، خلي تفكيرك ايجابي. ناخد رسائل من الشخص ده، شوف عاوز يقول لك ايه. اصحاب المجموعة التانية، رسائل من الشخص ده ليكم دلوقتي. يتم ترقية كلاكما الآن. أول رسالة، تاني رسالة. حب غير مشروع، لقد أظهرت لي ما يشعر به الحب الحقيقي، لقد أظهرت لي ما يشعر به الحب الحقيقي. جمع شمل، سأعود إليك إن كان مقدرا أن يكون فسيكون، سأعود إليك إن كان مقدرا أن يكون فسيكون. ماشي. انتم اللي رحلتم عن العلاقة دي، طاقتكم دلوقتي انتم رحلتم عن العلاقة دي واديتوها ظهركم، ومشيتوا بقلب محب، بس قلب غضبان، قلب حزين. عندك يمكن قلت كلام صعب، واجهت الشخص ده بحاجات عملها ضايقتك. انت رحلت بعد ما يعني ما فاض بيك، بغضب، رحلت بغضب وبحب الاتنين. ليه؟ لان انت حسيت يمكن بدخول، انت شاكك ان في طرف ثالث في القصة دي، او حاسس ان الشخص ده هيبعد، هيمشي.
تصرفاته غريبة، الشخص ده كان مشككك دايمًا فيه بسبب تصرفاته الغريبة، دايمًا بعيد، دايمًا مستنيه، دايمًا في انتظار، ما بيبذلش مجهود، ممكن يكون في طرف تالت عنده في زواج مثلًا أو أهل مش موافقين أو اختلاف في الجنسيات أو بيسافر كتير بسبب مثلًا ظروف شغله أو حاجة زي كده، دايمًا مشغول، عنده حاجة تانية مركّز عليها غيرك. وده شكّكك فيه وفي حُبّه ليك، أنت حسّيت إن هو ما بيحبكش، أو إن في عنده حاجة مخلّياه مش مركّز معاك، حاجات تانية أهَم في حياته، شُغله بقى، طرف تالت، عيلة، المهم إن أنت رحلت لإن أنت حسّيت إن الشخص ده دايمًا حاطّك on hold، يعني اركن كده على جنب لحد ما أفضى لك وأبقى آجي أكلّمك وأشوفك أنت عايز إيه، وأنت طبعًا ما قبلتش بالوضع ده فمشيت، بس واضح إن أنت يعني قُلت كلام صعب قبل ما تمشي أو واجهته أو كان نِفْسك تقول له كلام صعب، بس أنا شايفة إن أنت يعني أخدت القرار ده عن قناعة كاملة. الشخص ده بقى افتقد الjustice، على فكرة الشخص ده يعني لمّا انفصل عنك كان بيحاول يوازن بينك وبين طرف تالت أو بينك وبين مثلًا أهله، بينك وبين شغله، بس ما قدرش. فهو حَس إنه بيظلمك وإنه مش قادر يدّي لك حقك. رغم إن هو عنده مشاعر حُب، على فكرة الشخص ده بيحبك جدًا، بيحبك وبيبُص عليك ولسه ما زال شايل لك في قلبه كل الحُب، لكن لمّا هو بِعِد، بِعِد علشان خاطر أو هو كان دايمًا حاسس إن هو مشغول، عنده مثلًا مسؤوليات، عنده شُغل، عنده حاجة تانية خلّته ظلمك، جِه عليك شوية. يعني قال إيه معلش يعني في أولويات، طب أنا هاركّز على شغلي وبعدين أبقى أشوف حبيبي، أركّز على أهلي أو مسؤولياتي وبعد كده أبقى أشوف الطرف اللي معايا دوّة نبقى نحب بعض بعدين، فأهملك، بس مش أهملك عن إن هو ما بيحبكش، كان عنده حاجة تانية كان مدّيها الأولوية، زي ما قُلت بقى يا إما شغل أهل، أطفال، هو مثلًا كبير عيلته، متزوج، يعني أيًا كان الشيء التاني اللي هو ادّى له من وقته واهتمامه أثّر على علاقته بيك، فهو دلوقتي حاسس إن هو ظلمك، حاسس إن هو ظلمك وعشان كده هو عايز يعني دلوقتي يوازن ويدّي لك حقك، هو عارف دلوقتي إن أنت اتظلمت وعنده مشاعر حُب ليك قوية، عايز يوازن العلاقة معاك دلوقتي، دي طاقته الحالية. طَب إيه شعوره في البُعد؟ هو شاعر على فكرة هو بيراقبك وعينه عليك وخايف، خايف أوي إن أنت تكون خلاص يعني مش راجع تاني، عينه عليك وبيراقبك على مواقع التواصل الاجتماعي ومتابعك متابعة قوية جدًا، وعنده حزن شديد للبُعد اللي حصل ما بينك وما بينه، هو حزين جدًا، وهو شخص كتوم بس ما بيعرفش يتكلم، ما بيعرفش يعبّر. ممكن تلاقيه دايمًا ساكت، كلامه قليل، ما بيقولش كلام حلو، بس هو بيحبك جدًا، عنده مشاعر حب ورومانسية اتجاهك وبيدعي ربنا وبيتواصل معاك بالروح وبيدعي ربنا إن أنتم ترجعوا تاني مع بعض، على فكرة الشخص ده بيحبك أوي، أوي، أوي. وزعلان جدًا للبُعد اللي حصل ما بينك وما بينه، وبيتمنى يبقى في بداية جديدة وفرصة تانية، وهو فعلًا هيسعى لفرصة وبداية جديدة تانية، engagement هنا في خطوبة، لو أنتم مرتبطين وينفع بينكم ارتباط يعني ينفع بينكم زواج، هيكلمك في خطوبة، يتقدم لك في زواج، أو حتى لو ما ينفعش زواج دلوقتي هو هيعلّي level العلاقة لمستوى أعلى. يعني لو أنتم crush هيصرّح لك بالحُب، لو أنتم متصارحين بالحُب هيقول لك أخطبك، كده يعني. هو دلوقتي زي ما قُلت لك عينه عليك، بيراقبك، عنده تفاؤل بالمستقبل وحاسس إن الحُب ده يعني غير أي شعور حَسّه في حياته قبل كده. هو خلاص في وضع دلوقتي اتخاذ قرار إن هو فعلًا لازم يقرّب منّك ويرجع لك، لإنه مش قادر يعيش من غيرك. هو شايف الحياة من غيرك صعبة جدًا وهو مش قادر يكمّل كده. عايز بداية جديدة معاك بأي شكل، هو هييجي وهياخد اتجاه جديد في العلاقة دي، ممكن يرتبط بيك، يرسّم العلاقة، في خلال العام الجديد إن شاء الله على بداية العام الجديد في حاجة حلوة هتحصل ما بينك وما بينه، خلّي بس تفكيرك إيجابي، وادّي للعلاقة دي فرصة إن شاء الله بإذن الله، هو هيرجع وهيبقى في engagement هيبقى في خطوبة وهيبقى في حُب متبادل ما بينكم وما بين بعض.
وزي ما قلنا كده في رسايله ان هو حتى هنا بيقول لك سأعود ان كان مقدرا ان يكون فسيكون. هو هيرجع وهيتكلم معاك وهيقول لك بقى ان هو ما يعني كان مقصر في حقك، بس ده مش ان هو يعني علشان انت ما مش مهم بالنسبة له، او عشان انت هو ما بيحبكش. بالعكس، الشخص ده بيحبك جدا، هيعترف لك بحبه وهيكون صريح وواضح معاك، وهيقول لك قد ايه انت شخص مهم جدا بالنسبه له، وهيطلب منك ان انتوا ترجعوا تاني للعلاقه دي. اتمنى القرايه تكون عجبتكم. قولوا لي رايكم في التعليقات، ونتقابل ان شاء الله في قرايه تانية.